السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. النهاردة جايين نتكلم عن فيديو مهم جدا. جايين نلحق إنتاج البيض بتاعنا إن هو يضيع. طبعا في مشكلة كده بتحصل لبعض الفراخ، ان انت تلاقي فجأة كده الفراخ بتاعتك بتاكل البيض. طبعا مشكلة كبيرة جدا. هنعمل 3 خطوات كده عشان نحل المشكلة الفظيعة دي. المشكلة دي لو انت عندك فراخ بتبيض وكل اللي بيبيض الفراخ بتاكله، فطبعا دي حاجة وحشة جدا، مش هتكسبي اي حاجة من المشروع بتاعك. فعايزين نلحق المشروع بتاعنا من الخسارة. فهنعمل 3 خطوات كده عشان يكون ده الحل النهائي للمشكلة دي. 3 خطوات بس هما اللي هيخلونا نحل المشكلة دي تماما، ونخلي الفراخ بتاعتنا تبيض وتصيب البيض ما تاكلوش. وعشان نعرف حل المشكلة دي، اول حاجة لازم نعرف السبب بتاعها. لازم نعرف السبب. المشكلة دي تقريبا خلاص هتكون اتحلت لو احنا مشينا على الخطوات اللي هنقول عليها دي، ومش هتحصل تاني. طبعا في البداية لازم نعرف ان اكل الفرخة للبيض بتاعها دي بتعتبر مصيبة كبيرة، كارثة كبيرة. لازم نخلي الفراخ تتجنب الموضوع ده وتبعد عنه، لان ده معناه ان احنا بنخسر الانتاج بتاعنا كله. كله بيكون فيه خسارة. ده معناه ان احنا رايحين في سكة مش كويسة في المشروع بتاعنا. لازم المشروع بتاعنا يكون مستعد دايما ان هو يكسب. نحاول ما يكونش فيه اي خسارة. نحاول ناخد افضل انتاجية. فلازم في الاول نعرف السبب اللي بيخلي المشكلة دي تحصل. دلوقتي الفرخة ممكن تاكل البيض بتاعها لأكتر من سبب. ممكن تاكل البيض بتاعها عشان هي جعانة، وده سبب شائع جدا. مش جعانة، يعني ان انت ما بتحطش لها اكل. ممكن تكوني بتحط لها اكل وهي جعانة. جعانة جسمها محتاج عناصر غذائية معينة. دايما العناصر دي بتكون الكائن الحي لجسم الطيور بتاعتنا، محتاجة لعنصر جذري كده معين بتدور عليه. فلازم ما احنا نشوف ان الفرخة بتاعتنا بتروح تاكل البيض، فده معناه ان هي محتاجة حاجة معينة كده موجودة في البيض ده، سواء مثلا محتاجة بروتين، محتاجة كالسيوم، محتاجة فيتامينات معينة. محتاجة حاجة كده تفتح شهيتها، لان البيض طبعا شهي جدا بالنسبة للفرخة. خصوصا اللي هي بيضته. يعني هي لو اللي بيضته فده بالنسبة لها يكون شهي جدا جدا. بس مش هنقول ان السبب ده اللي بيخلي اغلب الفراخ بتاعتنا تاكل البيض، انما السبب بمنتهى البساطة ان الفرخة بتتعود على ده، بتجرب ده. فبتروح ان هي مش بتبطل العادة دي. لان طعم البيض طبعا طعمه حلو فبيعجب الفراخ. فاحنا لو منعنا الفرخة اصلا ان هي تاكل البيض من البداية وخليناها ما تجربش اصلا الفكرة دي، فاحنا كده منعنا نفسنا او منعنا الفراخ بتاعتنا من الكارثة دي. ان هي لو اتعودت على كده فهتفضل تعمله على طول، وفضلت تعمله على طول ده طبعا مش هيخلينا نكسب اي حاجة في المشروع بتاعنا. لازم نكون واخدين بالنا من التفاصيل دي، ان الفرخة ممكن تكون جعانة. الفراخ ممكن تكون اتعودت على ده. لكن في برضو في سبب كده اغلب المربيين ما يعرفوش اللي بيخلي الفرخة اصلا تاكل البيض. اول ما تجرب مرة تاكل البيض حاجتين اتنين. الحاجة الاولى زي ما قلنا في الاول ان هي محتاجة عناصر غذائية. الحالة التانية ان البيضة بتتكسر قدامها بشكل بعيد عن الفرخة. يعني مش هي اللي كسرته، هي اللي البيضة اتكسرت فبتنقر فيها، لكن مش هي اللي هتروح تكسر البيضة اصلا. البيضة بتتكسر لأسباب كتيرة. البيضة بتتكسر لسبب ان البيضة بتتحط في مكان احنا مش عاملين مرقد كده للبيض. يعني ايه مرقد للبيض؟ يعني نجيب قفص او نجيب اي حاجة ونحط فيها نشارة خشب، او نحط فيها قش او اي حاجة او تبن، ونحط فيه بيضة رقوبة كده. فالفراخ بتشوف البيضة دي فبتعرف ان ده المكان اللي هتبيض فيه. فاحنا ممكن ما نكونش عاملين كده، فهي تبيض في اي حتة، المكان زحمة
الديك بيخش كده على البيض بيكسره، الفراخ كلها بتتجمع عليه. فبيكسروا البيض، بيكسروا بيض بعض لان هم ما عندهمش مكان كويس كده بيبيضوا فيه. اسباب كتير بتؤدي لكسر البيض، لكن برضو في سبب تاني بيؤدي لكسر البيض وهو سبب خطير جدا، اللي هو نقص الكالسيوم في جسم الفرخة. لما الفرخة اصلا جسمها مبقاش فيه كالسيوم، البيضة بتطلع من غير كالسيوم، البيضة بتطلع من غير قشرة، وبتطلع البيضة بقشرة طرية جدا، فده بيخليها تتكسر وتطلع كل اللي في قلبها. فلما بتتكسر وتطلع كل اللي في قلبها ده بيخلي الفراخ تجرب. البيضة اتكسرت خلاص ملهاش لازمة، لا هينفع ترقد عليها ولا هينفع ان احنا نلمها من على الارض. فهم بيمدوا المنقار بتاعهم كده وبيدوقوها يجربوا ياكلوها، بيحبوا طعم البيض. فده بيؤدي في النهاية ان دي بتكون عادة هم اتعودوا عليها، فبياكلوا البيض بتاعهم اللي بيبيضوه، فاحنا كده بنخسر في النهاية. السبب اللي هو اكثر شيوعا بقى اللي بيؤدي لنقص الكالسيوم في قشرة البيض، ان نقص الكالسيوم في جسم الفرخة ده بيؤدي لنقص الكالسيوم في قشرة البيضة، بيؤدي في النهاية لضعف البيضة. ده بيخلي الفراخ تجرب اكل البيض. لازم نوفر حاجة يعني حاجة مهمة جدا للفراخ بتاعتنا، نوفر لهم الكالسيوم. في ناس كده بتعمل خدعة كده ان هم يحطوا بيضة حجرية كده عشان في البداية الفراخ تعرف ان البيض ده ما بيتاكلش، او بيضة بلاستيك او بيضة حجر. ودي برضو خدعة ناس كتير جربتها وجابت معاهم نتيجة. لكن الاضمن برضو ان احنا نوفر لهم الكالسيوم، نوفر لهم الصدف، نوفر لهم الجير المطفي، نسيبه قدامهم ليل ونهار. ممكن طبعا نجيب حقن كالسيوم من الصيدلية البشرية، وبنكسر امبول كده على لتر ميه لمدة 3 ايام. ده بيخلي الفرخة تشبع كالسيوم وتبطل تدور عليه في البيض. طبعا موضوع العش اللي هو يعني اما تيجي تعملي عش حاولي يكون في حتة ضلمة، يكون كده مرتفع جدا عن المكان اللي بيبيضوا فيه. ونحط البيض بتاعها في مكان كده قلنا يكون ضلمة، مكان عالي شوية عشان الفراخ التانية ما تشوفوش والديك ما يخشش يكسره. في برضو حاجات لازم نعملها، ان احنا نجمع البيض اول باول، ما نسيبوش قدامهم طول النهار. اول ما نلاقي بيضة مكسورة نشيلها ونشيل القشر فورا، وننضف المكان ونغطي المكان كده برمل او تراب او اي حاجة عشان نداري ريحة الصفار. في ناس كتير بتجيب بيض بلاستيك زي ما قلنا او بيض حجر علشان يعودوا الفراخ ان البيض ما بيتاكلش. دي طرق طبيعية وكلها طرق بتساعد، لكن الاساس بتاعنا ان الفرخة بتاعتنا ما تكونش محتاجة عندها نقص كالسيوم، البيضة تطلع سليمة، الفرخة تكون مش محتاجة كالسيوم فمش هتجرب ان هي تاكلها. وبرضو نشوف كل الظروف الوقائية التانية اللي تمنع ان البيضة تتكسر او البيضة تتفتح او السوائل اللي جواها تخرج، لان ده اللي بيفتح شهية الفراخ وبيعودها على اكل البيض بتاعها. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.